دي بقى هيبقى الخازوق الجديد للعزبة. ايوه طالما اني اقتحمت موقع العزبة واقتحمت ايميلات بتوع العزبة كلهم، هنبعت لهم الرسالة دي وتبقى تبع وزارة الري نفسها. محدش هيكتشف الخازوق دي ابدا ابدا. خدوا يا عزبة، هذا ارسال، هذا ارسال للعزبة كلها. ونشوف بقى الحاج بسيون هيصفط العزبة دي خازوق شامل شامل. دلع يا ابو فياض، الفاصوليا السنه دي هتبقى بالغرق والفاء، فلوس راد. اهدي اهدي اهدي، ايه الرساله دي؟ يا نهار اسود يا ابو فياض، ايه الخبر الاسود اللي ما سمحتوش من 90 سنه دي؟ المي هتنقطع عن البلد 7 سنين. ده انا انقفل بيت الثاني، انقفل بيت الذهبات اللي واخدهم من وليه صريفهم على الفاصوليا اللي تنشل ده اهي، ما اناش لاممهم. انا جاي من شوف السنه السوداء دي هتعدي ازاي. ده الوليه هتنتف شهر شهرايه شهراي، انا بحت الذهب وهينقفل بيتي من المي. يا سلام عليك يا دي يا فزاع، فعلا فعلا اللي خلف ما ماتش. انا كده بنيت الطوالة وظبطته، وان شاء الله بعد 2 3 ربنا يكرمني ونجيب حتة عجلي وتبقى الدنيا 100 100. ايوه كده. ايه يا يومك الاسود يا فزاع، اسود خبر سمعته النهارده. تنقطع ازاي؟ عليا الطاعة ده لولا المية دي ما احنا عايشين، و7 سنين كمان. ده انا هنشكي في وزارة الري. يا نهار اسود، ده الخبر جاي منين؟ ده موقع وزارة الري. يا نهار طيني، يتم قطع المية 7 سنين؟ امال هنجيبه منين؟ نصاروا في الاراضي بقى. ده انا هنطلع على وزارة الري وهيبقى يوم اسود النهارده. يا دي السنة اللي أسود بالقطران. على الطلاق أنت انقفل بيتك السنة يا أبو فياض. أبيض. فهماني حاج فزاع. أنت ما علمتش باللي حصل يا فضل؟ أنا علمت بالخبر الأسود اللي وكسني في الدنيا بحالي. أنا طالع على مكتب الري، ده المشتى الناشف. إيدي على كتفك يا أخوي، ده أنا الفاصوليا بتاعتي هتشيل. إيه الخبر ده يا أبو فياض؟ ده عمرنا ما سمعنا كده، ده طول عمرها المي شايل يا ابو فياض. انا الطلاق الواحد اللي يجيله جفاف بعد كده، حتى التصيره ما حتى عرفوا نصيروه. بقول لك احنا لازم نقدموا شكوى كده ونروحوا هناك نعتصم وما نقوموش من قدام مكتب الري. كده من الاعتصام دي انت هتودينا في داهيه. احنا هنروح المكتب الري نقول لهم على البلوه اللي شفناها دي. مفيش مشكله يا ابو فياض. يلا بينا يا اخوي. اهدي يا اخوي، شوف الحاج بسيون لقيتني متلقى وحاطط لي رجل على رجل ولا هم بالنصيبه اللي احنا فيه. هو يعمل لنا فيها عمر؟ انت يا بسيوني يا حاج بسيوني. ايه رسالة فيه ايه؟ قوم يا اخويا خلينا نشوف البلوه اللي احنا فيها دي. ايه البلوة؟ ايه البلوه؟ انت ولا هني؟ هو انت عشان ما بتفتحش نيه؟ ده ان انت مجنون. ايه اللي حصل؟ اسكت يا حاج بسيوني، المية هتنقطع على عزبي 7 سنين يا اخوي. انت راجل لي حاطط لي رجل على رجل هيني وعامل لي فيها العمده بتاع البلد ومش عارف تجيب لنا حقنا والميه انقطعت عننا يا اخوي. يا سلام، وين الغريب في كده؟ طب ما انا عارف الكلام ده من 1.5 سنة كمان. يا حاج ابو فياض، ده لا بحل ولا بيربط ولا له كلمه هنا في البلد. مين قال لك كده؟ بنقول لك انا نعلم بالخبر ده من 1.5 سنة. ده الخبر ده لسه نازل على السوشيال ميديا من دلوقتي. بالنسبة لكم انتوا، بالنسبة ليا انا عندي صاحبي ايه جاي لي كل حاجة وعشان كده عملت حسابي. ده عمده يا ابني، ده عمده. استنى انت بقول عملت حساب ملات الارض الجني. لا يا اخويا ما ملتش الارض الدين، انا استوردت ميه مجففه من بره وخليت اهل البلد بحالهم يشتركوا. دلوقتي اشتركوا 3000 واحد، يتفضل حوالي 1000
ولا 1000 ونص ما شافوش. اعمل حسابنا بقى احنا يا حاج يا مسيون. ابو فياض هتضيع مننا الميه يا بهيم. اسكت. بالراحه يا ابو فياض، انا ما حدش بيشترك عندي غير اللي عنده 3 4 فدادين، انا اللي عنده فدان دي. ويا ترى بقى الميه دي جايبها في جزايز ولا في اكياس ولا ايه؟ انت هتستظرف، دي ميه مجففه بتتفاعل مع الريح والهواء، وكل واحد بيشترك، الفدان بيدفع 5000 جنيه. اول مره نسمع الميه اللي بتتفاعل مع الريح والهواء يعني دي. احنا نروحوا لابو بلاش، نروحوا المكتب الراي هو هيحل لنا مشكلتنا. روحوا على الطلاق اللي هيروح له ينحبس، ده حبسوا حوالي 1200 واحد. انا اللي انت هتقول لي عليه انا همشي عليه يا حاج مسيون. انت عمري. وانا طالما فيها حبسان انا ما بنحبش الكتم وعندي صدري ما بنحبش الخنقه. انا معاك يا حاج مسيوني. طيب يا اخويا عندك كم فدان؟ انا عندي يعني قيمه فدانين ونص كده يا حاج مسيوني. فدانين ونص يعني هتدفع 12000 ونص. وانت؟ عندي فدان 750 متر. 750 متر؟ ايوه. قول فدانين. ده ما تقولش فدانين. قول فدانين هم اكتر. فدانين يا حاج مسيون عشان بس تبقى على نور. ايوه يا اخوي، انت هتدفع 10000 وانت هتدفع 12000 في الزرعه الواحد. يعني كل زرعه 12000 ونص صانين. انت هتدفع 12000 ونص. خليهم 10 عشان نبقى عارفهم كل سنه كده اول. يا فزاع في ناس ياما بتشترك. لا بس حط اسمنا في الاول عشان ما تقولش اسكت بقى يا حرام كده. خلاص هتطير مننا شويه الميه. قبل ما تروي بيوم تبلغني، ولا نقول لكم عشان انتوا جايين سوا قبل ما ترووا تبقى تقولوا لي ومالكمش دعوه نظبطكم. طب فلوسك انت لازم تاخدها بقى عشان خاطر ما تخبرناش وتضحك علينا لما تكتبه في الاجنده قدامي. ما هو ده اللي هيحصل يا اخوي، ما انا ما حدش ياخد الخرطوم يروي عنده غير لما يدفع الفلوس. لما تشوف الميه الاول يا اخوي. الميه موجوده، مش عاجبك اتكل على الله. لا عجبنا يا حاج بس انت عارف فلوس ابعت معانا زوجنا ياخدها ولا ابعت كلنا ياخدها. خلاص يا اخوي، والميه موجود والخرطوم بيلف العزبه بحال. امال يعني احنا دورنا النهارده الارض شهران. انا المشتل عندي هيمشي عايز ارويه. خلاص يا ما اخوي، نبقاش دافع ومكلف ونيجي نتشلف. روح انت هتاخد الاول وبعدين هو ياخد. على الطلاق ما يحصل. انا اللي جاي هنا الاول يا اخوي. انا الفصول بتاعتي كشتان. هو بقى ولا ماشي اصل انا فاضل الكلام دي. روح قول الزبله خليه يديكم الخرطوم. انا حد الفتاة. شربوا الخازوق البهايم، 3 بالله العظيم لانشحاتك يا عزبي. الله يا ابو فياض خرطوم يا حاج فزاع. انا ارض مشققه. على الطلاق ما انت مروق قبل مين؟ ازاي يا ابو فياض؟ زي ما بنقول لك كده اوعى الخرطوم الخازوق هتشيل. يا ابو فياض ما تخلينيش نعملها معاك، انا من زمان ما ظفرتش ايدي بدم اي حرام. اعمل. يا ابو فياض يا ابو فياض انا ليا في الجبال على الخرطوم وحسيب الخرطوم. يا ابو فياض بنقول الراوي البرسيم دوي. وعلى الطلاق ما انت مرويه. يا اخي وحياة ما اللي مروي الاول. اوعى يا ابو فياض. ما تخلينيش نفعل عليك يا حاج فزاع. عليا؟ ايوه. ده انت امك اسود. انت يالا واد محمد. ايه اطلع هات الاربجه من البر، ده انت امك اسود. ماشي يا بابا كده واحدة بس الدنيا تكون الا سنتين. طيب ابو فياض مش بيتهدي، لا بخاف من اربجيه ولا متعدي. علي الطلاق ده مفرتك. فرتك مين؟ انا بنقول لك على الطلاق ده مفرتك. استنى يا ابو فياض، الطلاق ده مفرتك. يا حاج مسيون. 3 بالله العظيم يا حاج. شوف يا حاج مسيون يا سيبوا ده انا هننفخ امه. اسكت بقى انت هارب ورايا. اي الطلاق ده مفرتكوا. سيب يا ابو فياض من جوه. استنى سيب وراه يا رجاله. قول اوعى مديكم الميه طووا بيها بس تتغرسوا. الخبردان وراك. ها استنى يا فزاع. 3 بالله العظيم انا مخاف من اللي طبنجات. يمد ايده على الثاني. اسمع 3 بالله العظيم اللي يمد ايده على الثاني لا نقطع عنه الميه. ما ينفعش يا حاج مسيون. الميه بالله يا حرج قلبي. انا كبرتنا اعمل لك بالله خلال عليا الطلاق لما هو لا انت ولا هو. وازاي دي؟ يلا بقى ولا احسن منكم الميه دي. يعني كده بتاعه ماشي. يلا ماشي انت اهو. مبسوط كده. ماشي حد بس شنو الكلام دي؟ ماشي يا فزاع. ازاي برضه مش هو كده اسبوع مقطوع منكم الميه عشان تحترموا نفسكم عن الميه. ها ماشي. وادي يا ابو فياض عاوز ايه؟ خد هنا.
بلاستيك؟ ايه يا حاج بسيوني؟ ده بلاستيك دي يا ولد. انا كنت بنكسر عينه بس يا حاج بسيوني، وانت عارف ان انا حيلة الضيق. اهو خد جاتك نيلي نحسبه حاجه نضيفه. خده ماشي. خلاص يا حاج بسيوني ما تزقش كده. ماشي جاتك نيلي. حتى لما يهوش ببلاستيك. ها؟ مخصوم عنكم الميه يا بلا. يا ابو فياض انت رفعت عليك الطبنجه بتاعتك. يا حاج فزاع انت الطبنجه بلاستيك كنت بنعوشك بيها يا حاج فزاع. تعوش لمين؟ انت شايف الفصيله بتاعتي بتشيل يا اخوي. انت مش قعدت تتكلم وتقول الراوي الاول مش الراوي بتقول له انا وراويين احنا الاثنين. عايزين قعدنا اسبوع من غير راي. يا حاج فزاع ما كنت لسه عندك الخرطوم يا حاج فزاع، ما بقاش قلبك اسود. يا اخي ما بقاش قلبك اسود يا حاج فزاع. انت وقفت على ابو فياض اهو. يا عمي ما انا كنت عم روي شويه وانت شويه. ايه الداهيه انت كنت فين داهيه؟ يا عم دي فين؟ بره الدار على ما عندنا هنا. فين داهيه دي؟ هنا. منين دي؟ عارف من العادية ولا من عندكم شباب هناك وجاي تلزق فينا هنا ولا ايه يا اخويا؟ انت اللي بتقولوا ايه مالكم؟ يلا يا تمشيات من هنا يلا ما عندكوش ميه هناك وجاي تلزق فينا ليه يا؟ من عيد يا راشد انت بتزق مني يا احمد ده. استنى بس. خلاص يا حاج فزاع. هو انت عشان لقيتنا بنزعقوا سوا عارف نعرف بس فيها مالكم فيه. اظن انت بقى ما عندكش ميه في عزبتك هناك. جاي نحكي جاي فيني. نحك فين؟ هتقعدوا 7 سنين بعون بلحمة الفسكاجين بس. انت بتقول ما عندناش ما عندكمش ميه ترووا بيه. ميه نرووا بيه؟ احنا بنشخوا ميه، لا احنا مش لاقيين نودي الميه دي فرحش. انا ما بنشطفوا بها البهايم صبح. يا ابن كذابيات. ده ما فيش في المناطق ده كلها غير العمده بسيون اللي عنده ميه في اللي عندنا خرطوم. اشمعنى بقى العمده بسيون؟ طب يمكن تكون انت اللي كان عندك ميه. اشمعنى بقى العمده بسيون؟ هو مستورد خرطوم من بره مصر. اللي عاوز يروق بيدور خرطوم يروق بيه. مستورد خرطوم. مستورده منين دي؟ والله ما سالتش الحته دي بس المهم احنا بنروق. يا حاج فزاع انت عندكم ميه صحيح؟ المهم احنا علينا المصحف احنا ما احنا عارفين نودي ميتنا فين. بنشطف البعاية صوم او ظهر ومغرب زي علاج الكوع. عندكم شفاف؟ شفاف وكلام ده كلام ده باين عليك خمور يا اخوي والحاج بسيوني بنخرب فيني. يا ابو فياض ده نازل من وزاره الري. المنشور ده نازل من وزاره الري. والحاج بسيوني بيقول لك ميه متبخره. يا اخي والله الحاج بسيوني بنخرب فيني. لا كدبه دي كدبه بس هو عامة المشروع بتاعنا بنجيب من المشروع بتاعه. يبقى ما فيش رمضان ازاي ولا اللي بيقولوا عليك بينا على الحاج بسيوني يا اخوي. الحاج بسيوني دي تعالى عليكم. تعالى معانا يا عوضين. عشان خاطر نجيب ده انت والله اخرب فيكم اللي تتكلموا معايا. اظن عمال مطريني كانت البقر اهو. ما تقوليش ان الحاره جايه علينا. دي عارفه بس بسيوني عمال يطرطر في الميه. يا رجال انت يا حاج بسيوني بتقول الميه انقطعت لمده 7 سنين. بس ما قلتلكمش تجيبوا لي حد يشترك من بره البلد. انت بقى انا بقول ايه دي راجل وخزك. دي ميه مش كلمه بنقول ايه؟ دي راجل وخزك وقاعد نتكلم ونقول ايه؟ يا ابو فياض على الطريق ولا مفرتك دماغ. يا ابو فياض ده بلاستيك وانا عارف. ما بلاستيك الراجل ده من عزبة لكتة عندهم ميه هناك اجاركم. والمشروع بتاعنا بيجيب من المشروع بتاعه. يبقى احنا ما عندناش ميه ازاي؟ يا ابني انت اغبياء وضحك عليكم. العمده موفر لهم الميه. بس العمده عشان كان وارث من امه وموفرها تبرع. هو ما يعلمش. موفر لكمش انتوا ليه؟ موفر لكمش. اولا ده خبور من خبيرك. خبور 2022. سيبك معايا يا حاج فزاع. انت كلاب سيبه بقى يا استنى يا ابو فياض. يا ابو فياض استنى يا ابو فياض. راح فين يا ابو فياض؟ انا مش سايب. روح من فين دي؟ يا ابو فياض سيبه شويه. تعالى يا بسيوني. احنا عيال منطقه واحده. انت ناسي ان انا واخد دور الارتواء. حرام عليك. ادوني هنا خلاص. ادوني هنا. انت واخد بطولي. كان نفسي ننفخه قلم. استنى يلا بيني. حلو هناخد ترقيت. يلا بقى سيبني. يلا بيني.
الحمد لله اللي خدوا الشبشب، كويس اللي ما افتكروش خدوا البعث. الحمد لله الخازوق عدى على كده. احنا بسيوني شو لو شفتوا هتحبوه، وقناتنا على اليوتيوب روحوا يلا وتابعوه. احنا بسيوني شو لو شفتوا